السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم زي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم زي عمر، والنهارده هنلعب لعبه ماينكرافت. قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على النبي وتدعوا لاخواننا المستضعفين في كل مكان ويشتركوا في القناه وتدوسوا لايك. النهارده انا متحمس جدا للحلقه، طبعا زي ما انتم شايفين يعني الحماس واضح جدا. تعالوا على طول نبدا نخش في الحلقه على طول، نخش في المهم على طول، نخش في الموضوع على طول. محتاجين النهارده نروح نجيب رمله للشبابيك بتاعتنا، ومحتاجين كمان نروح نطلع فوق الجبال دي ونستكشف بقى المكان. يعني النهارده بدايه الاستكشاف بجد يا جماعه، فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه يا جماعه ابدا ماشي في المنطقه دي كده عشان لو في رمله ولا حاجه. محتاجين يا جماعه نعمل مزرعه بقر مثلا، ومزرعه فراخ، ومزرعه خلفان وكده، عشان يبقى عندنا مصدر اساسي للاكل. وكمان محتاجين جلد البقر عشان هنعمل بيه الكتب بتاعه آلة التطوير والحاجات دي. هنا في شويه حيوانات في البايوم ده كويس اهو. طيب يا جماعه بما اننا كده الحلقه دي هنطلع جبل، تعالوا نطلع الجبل ده ونبص منه بقى على بقيه المنطقه. في هنا ربع ريفين. لو انتوا متحمسين معايا يا جماعه نطلع، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نعرف عدد المتحمسين ونكون متحمسين كتير كده. طيب يلا بينا نبدا نطلع، ربنا يستر. بسم الله. ايه اطلع منين يا لهوي؟ على سب زيرو اللي هنا. يا سب زيرو خلاص كفايه يا لهوي. هموت يعني، هموت يعني. اطلع منين؟ طيب هنزل بنتجمد يا جماعه. تعالوا نحاول نطلع من هنا. طيب فينا شويه ميه. اوكي بدأنا نطلع اهو يا جماعه. مش عارف ايه الميه اللي فوقيها تلج ده، مش فاهم والله. اوكي طلعنا حبه حلوين يا لهوي، احنا طلعنا بسرعه جدا. اوكي يا جماعه قربنا نطلع على القمه. الله طلعنا يا جماعه، كل حاجه نقدر شايفينها من هنا. ده القريه اللي احنا فيها اهي، وهنمشي بقى الناحيه دي. فتعالوا بقى ننزل بالراحه كده. ايه ده؟ لقينا قريه كمان يا جماعه. ايه الحظ ده يا جماعه؟ حظنا روعه، لقينا قريه تانية كمان. لقينا البايوم اللي فيه المشروم، والحمد لله لقينا اهو ايرون يعني واحده بس. طيب يعني احسن من ما فيش يا جماعه، بس لقينا قريه تانية. اوكي يا جماعه انا حاسس ان الحلقه دي هتبقى بجد روعه يعني. لقينا فيها كذا حاجه اهو من اول الحلقه. يا نهار ابيض على الكهوف دي يا جماعه. ده اسمه ستر ربنا. قسما بالله انا والله يا جماعه بالغلط، وحياة ربنا بالغلط. بدل ما ندوس دبليو دوست اس. اعمل ايه طيب يعني؟ رجعت لورا بدل ما اطلع لقدام، واللعبه كمان بتحمل عشان مش متخيله الهبل اللي انا عملته ده. طب انا هنزل ازاي يا جماعه؟ هاخد شويه بلوكات احاول اعمل ايه ام ال جي والجو ده يا جماعه. ايه اللي انا عملته ده؟ يعني على الحزن يعني. فكره جت لي فكره، بس هي محتاجه شويه احتراف يعني، وانا مش ضامن الصراحه. هروح بسرعه اجيب باكت ميه واحاول انزل اعمل حركات ام ال جي، ولو مش معايا باكت هقتل الجورم ده. الله وانا مالي يا لمبي. عملت الباكت يا جماعه. بسرعه بقى اروح اجيب ميه وانطلق بسرعه. هاخد الميه اللي هنا واشيل الاتنين دول. يعني انا ببوظ القريه والله يا جماعه، رسميا دي اغبى حاجه عملتها في حياتي. يا عم سب زيرو مش وقتك والله ما وقتك. لا 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 لا. وانا فين؟ اوعى يا اسطى، اوعى يا اسطى. مش شايف يا جماعه. انا هموت. لا مش هينفع اموت، مش هينفع والله مش هينفع. اطلع. انا محشور. لا نص قلبي. بسرعه كمل. حياتي جميله كده يا جماعه. قدرت اوصل لحاجتي، بس في حاجه ضاعت مني للاسف، الباكت الميه. المهم قبل ما اطلع حبيت اوريكم بس المنظر المرعب ده يعني، عشان بس تعرفوا ان احنا يعني داخلين على ايام سودة يعني. طيب دلوقتي كنت عايز اعمل ايه؟ عايز اروح نسيت اسمها ايه القريه. وصلنا يا جماعه للقريه. هنام بسرعه يا جماعه في اي بيت، وبعدين رجعنا حاجتنا وصلنا للقريه الجديده. صح المنطقه دي يا جماعه احلى من اللي احنا فيها. ممكن نبقى ننقل هنا بعدين لما نيجي نملي بقى البيت الاساسي بتاعنا الكبير. تعالوا مثلا ننزل هنا نشوف البيت ده ايه. مش عارف، مش مستفاد خالص بالسنو كاتر دي. مش عارف ايه السنو كاتر. مش عارف يا جماعه، بتعمل اشكال مش حلوه مش مميزه يعني. تعالوا نشوف يا جماعه البيت الكبير اللي هناك ده. ايه ده؟ الايرون جولم اللي مبوظه كده. ممكن نصلحه ولا اي حاجه؟ اللي مبوظه كده. اوكي البيت في صندوق. تعال نشوف مثلا التفاح حاجات مش مهمه قوي الصراحه يعني. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم. اعوذ بالله من غضب الله. كرب يا جماعه محبوس مع الخنازير، خليه معاهم. ده يا جماعه بايوم الخشب ده، الخشب التخين ده. بس الصراحه محتاجه بقى تقريبا اداه معينه عشان ننزل منها مشروم. ممكن اللي هو مثلا يا لهوي البايوم كبير قوي يا جماعه. يا لهوي لقينا كوتين. معايا الاكل ومش باكل يعني. مش عارف ايه ده الصراحه. ايه ده ثانيه يا اسطى نزلني. هو ستيف فاكر نفسه طرزان ولا ايه؟ مش عارف. انا قاعد بنطط من على الشجر كده، مش عارف اعمل ايه. بس صح يا جماعه يعني انا قلت اوريكم حاجه كده عشان بس تعرفوا الفرق اللي احنا عاملينه في اللعبه يعني. لو شلنا الريسوس باك ده، لو انا شلت الريسوس باك زي ما انتم شايفين اللعبه بقت عاديه خالص. وده لو انا شلت الشادر يعني اللعبه بقى منظرها عجيب طبعا. ايه رايكم يا جماعه نكمل شويه بالمنظر ده كده يعني؟
الصراحة اللعبة شكلها مختلف برضو كده، اللعبة منظرها كئيب. لقينا رملة وأخيرا هنعمل شفل. قولوا لي يا جماعة عايزين أكمل اللعبة كده ولا بشادر ولا بسوس باك، أو مثلا أغير سوس باك. أنا الصراحة عجباني اللعبة شبه الإعلانات كده، بس لو مش عاجباكوا او مثلا عايزين نغير شويه او مثلا حلقات معينه او كده عرفوني. اوكي هاتلي بقى شويه الرمل دول كده، احنا محتاجين برضو القصب فهاخد دول. في هناك برضو شويه قصب هروح اخدهم. الصراحه يا جماعه رجعت كل الشكل بتاع اللعبه زي الاول، عشان الصراحه يعني كده شكلها مبهجه اكتر. دخلنا في بايوم الشجر الابيض ده، بس البايوم ده شكله غريب قوي، مش متعود عليه بشكله كده. مش دايما بيبقى شجر ابيض وشجر بني عادي، لون ابيض كده كله منعش. كهف عامل ليه كده؟ ده في نيزك واقع هنا ولا ايه يا جماعه؟ ايه المنظر ده؟ وبعدين ده بايوم ايه المفروض يعني؟ ده بايوم ستون ولا ايه؟ مش فاهم الصراحه يا جماعه، مش فاهم ايه ما هذا البايوم العجيب، ف مش هستفاد منه اي حاجه. طلعنا على نهر، هنا في بايوم المستنقع. خلونا نروح كده نشوف بايوم المستنقع بيقول ايه. يا جماعه هلكم طريقه ازاي تنفذوا تحت الميه. هتنزلوا الاول كده اهو كانكم بتعوموا تحت، وبعدين تقوموا طالعين، واول ما الشخصيه تلمس الوش تقوموا ماشيين كده قدام كده. انا بعوم بسرعه بس ايه بتنفس في نفس الوقت. يا جماعه لقيت قريه تاني، 3 قرى في نفس الفيديو. ايه ده يا ابني؟ انت جاي لي في كل حته يا ابني. هنام عشان الاستاذ كريبر يرتاح، مش هينفع انام عشان الاستاذ كريبر مش مرتاح. كالعاده هما ما بياكلوش غير بطاطس وتفاح، يعني التفاح يا جماعه فقرا ليه كده؟ هنا كل يورون دروع جلد. الله مش عارف بجد من غير الدروع دي. يما ما حصلش حاجه، كنت خلاص هموت حالا. فوتنا القريه دي يا جماعه، والمنطقه اللي قدامي دي رهيبه. شايفين الواسعه ازاي؟ تحسوه كانها عالم مسطح. إنه العالم المسطح المليء بالحاجات، والحقيقة فاضي مش مليء بالحاجات ولا حاجة. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر معك لخط ظهر الموكل. صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر معك لخط ظهر الموكل.